انت عند ربنا احسن من الكعبه ونفسي اطوف حواليك. اتهموه ان هو بيتحرش ببنت اسمها خديجه. طلعت الدكتوره تقول في غير خديجه 8 بنات اعرفهم، ده غير العملاء اللي جولي مخصوص وحجزوا جلسات عشان خاطر ان هم يتعافوا. هل ده كله وهم؟ وهل دي بنات برضه بتكذب؟ حتى الفنانين والفنانات يا راجل ماشيين وراه. في نشوى مصطفى ممثله كلكم عارفينها بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن كل سنه وحضرتك نور. صراحه مش عارف هو نور من انهي اتجاه بالظبط. رد عليه وقال لها نجمه مصر المحترمه. وده ممثل مشهور اسمه حجاج عبد العظيم كلكم عارفينه، طلع يقول له كل عام وحضرتك في الحفظ والامان والسعاده والنور مدد المدد. فرد عليه زي ما رد على الفنانه وقال له نجم مصر المتالق. غيرهم ناس كتيره من الممثلين والمطربين والفنانين بيتواصلوا معاه ويقعدوا يقولوا انت المدد وانت فلان. ما يعرفوش ان هو بتنجان في بتنجان. هو في حد بيطلب من البتنجان المدد؟ ولا حتى بتنجان ولا قته ولا خيار. قبل ما تكمل معايا بقيه الفيديو عاوز اقول لك لو انت بتتابعني من على الصفحه اللي انت شايفني معايا دلوقتي على الفيس، فدي صفحه جديده انا عملتها باسم شريف عبد الله. ايوه هي دي الصوره بتاعتها. ولو انت لسه ما عملتش فولو ومتابعه ليها فاعمل عشان يوصلك كل جديد وكل فيديو انا بعمله باذن الله عز وجل. اما بقى لو انت بتتابعني من على اليوتيوب فدي برضو قناه جديده انا عاملها برضو باسم شريف عبد الله. ايوه اللي انت شايفها قدامك ديت، فاعمل سبسكرايب واشتراك عشان برضو يوصلك كل جديد. يبقى جديد هناك وجديد هنا. ما تنساش بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك، فالدال على الخير كفاعل. ده بيسموه بيطلقوا عليه الشيخ صلاح الدين التيجاني او البتنجاني، يعني ما تفرقش كلها اسماء. شيخ الطريقه التيجانيه، ما هو لازم تيجاني فيبقى الطريقه التيجانيه، الخزعبلاتي يبقى الطريقه الخزعبلاتيه، البتنجاني الطريقه البتنجانيه. هو لازم كده تحط اي حاجه فتسميها ايه. وطبعا هو ليه مريدين ومتابعين زي ما سمعتوا من شويه، فنانين وفنانات وممثلين وممثلات ومطربين ومطربات ومشاهير وناس تانية على شاكلتهم. في اسر كتيره جدا بتتواصل معاه، قال يعني هو المربي الاعظم اللي بيربي لهم عيالهم وبناتهم. ففي اسره من هذه الاسر اللي ماشيه وراه عندهم بنت اسمها خديجه، فالبنت من زمان بتتواصل مع الشيخ التيجاني او البتنجاني مش هتفرق زي ما قلت لك. فقال لها كلمتين كده ففهمت من كلامه ان هو بيتحرش بيها. وانا مش هعرض الكلام اللي هي قالته وان كان في سكرين مشهور بس انا مش هجيبه. ورفعوا قضيه والقانون خد مجراه وجابوا فضيله مولانا الشيخ البتنجاني وحطوه في الحبس لحد دلوقتي. لسه طالع امبارح على ما اظن بكفاله قدرها 50,000 جنيه. ده بقى مش موضوعنا ان كان هو اصلا متحرش ولا غير متحرش، ده مش بتاعتنا، دي بتاعت القانون والقضاء وهو اللي بيحكم بالادله والبراهين اللي قدامه. غير كده ملناش دعوه في الكلام ده خالص. ما انت يا عم شريف جاي تقول ايه؟ انا عاوزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده وتسمعني عشان هقول لك على كلام مهم. انا بس حبيت في الاول اقول لك بعض الحاجات اللي اشتهرت اليومين اللي فاتوا عن الشيخ اللي بيقولوا عليه الشيخ صلاح الدين البتنجاني. هنا في سؤال انا عاوز اساله مهم جدا، هو يعني ايه واحد يطلع يفتكس شويه عبادات ويالف شويه اذكار ويحطهم في كتاب ولا اتنين ويقوم عامل ويكتب الطريقه التيجانيه الطريقه البتنجانيه؟ طب انا ممكن اطلع دلوقتي واعمل لكم شويه اذكار وشويه اوراد كده وحاجات وايات قرانيه مع احاديث وادخلها في بعض والف كتاب واثنين وثلاثه واسمي طريقه اسمها الطريقه الشريفيه. ما هو نسبة إلى اسمي شريف عبد الله. لا وكمان يبقى لي متابعين ومريدين واحط ميك اب على وشي وناس تشوفني تقول لي مدد ايه النور اللي طالع منك ده يا عم مولانا الشيخ. معلومة صغيرة كده ليكم، من المدعو صلاح الدين التيجاني طلعت الطريقة أصلا التيجانية اللي هي مشهرة ومكتوبة. فطلع الراجل المؤلف هذه الطريقة مش هو ده، بل إن هم تبرؤوا من الراجل ده أصلا وقالوا ده مش تبعنا ولا نعرفه. ساعة الجد ما تلاقيش حد بينفع حد، فيعني هم تبرؤوا منه اصلا. فهو مش تبع طريقه ولا تبع حاجه، تبع مزاجه وكيفه وهواه وعمال يشرع ويقول اذكار وحاجات غريبه وناس تقول له مدد يا مولانا. وانا من مكاني هذا وانا قاعد على الكرسي ده وقدام الموبايل ده وانتوا شايفيني احب اقول لكم مفيش حاجه اصلا اسمها طريقه تيجانيه وطريقه خزعبليه وطريقه حسينيه وبدويه وشاذليه ورفاعيه. كل هذا خرف وكل هذه بدع وضلالات، وفي منها شركيات كتيره جدا منتشره في هذه المذاهب وفي هذه الطرق. وبالمختصر المفيد احنا ما عندناش غير طريقة واحدة بس لازم كل واحد يمشي عليها عشان يصل الى الجنة، وهي الطريقة النبوية. تمشي ورا النبي تسلم في الدنيا والآخرة. عشان توصل ورا حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى لازم تمشي وراه خطوة خطوة. هتحيد عنه خلاص يبقى انت كده ضللت الطريق. هو ربنا بعت لنا النبي ليه؟ عشان نعبد ربنا زيه. صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم. اللي بيعمله النبي بنعمله واللي ما عملوش ما نعملوش ولا يلزمنا اصلا. فاحنا ولا عندنا حزب بحر ولا حزب ترعه ولا حزب نيل ولا حزب سحاب ولا صلاه ناريه ولا صلاه صاروخيه ولا ذكر بعدد معين ويقول لك اقرا الفاتحه 37 مره والاخلاص 33 مره في الركعه مش عارف ايه. كل ده خرف وحاجات لا ترضي الله عز وجل.
إلا إذا ثبت هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فساعتها لازم تقوله لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا علمها لسيدنا جبريل فسيدنا جبريل علمها لسيدنا محمد فسيدنا محمد علمها لنا. غير كده ما تعملش أي حاجة. مش كل واحد يطلع لي شاف له منام ولا شاف له رؤية يطلع يقول لك ده أنا جالي الشيخ الفلاني وقال لي اعمل كذا. هو أنت مين أنت عشان يجي لك الشيخ الفلاني؟ هو أنت نبي مثلا وإحنا مش واخدين بالنا؟ نزل عليك الوحي؟ كل واحد يطلع بقى يلبس جلابية وعمة ويحط لك سلسلة كده ولا سبحة حوالين رقبته يقول لك يا جماعة أنا شفت أنا كمان على فكرة في المنام جالي النبي وقال لي قول للناس اعمل كذا. كل ده كلام فاضي يا اخوانا. قد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا قال في قرآنه اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص الدين اكتمل، مفيش حد بقى يزود ويزايد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي ذكر أو أي ورد أو أي صلاة معينة أو ذكر معين لازم تعرضه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بيه نقول بيه، ما قالوش حط ورا ظهرك وارميه، ولا تقرأه ولا تتعبد بيه لرب العالمين ولا تنشره بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فخلي بالك، ابعد عن النار وامشي ورا النبي. مفيش عندنا حاجة في الدين بتاعنا اسمها مدد يا بتنجاني ومدد يا تيجاني ومدد يا حسين ومدد يا بدوي ومدد يا رفاعي. كل الكلام ده فاضي ولا يجوز أبدا، وإنما المدد لا يكون إلا من رب العالمين. حتى ما ينفعش تقول مدد يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت الآن، إنك ميت وإنهم ميتون بشهادة رب العالمين. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا زيكم، عبد لربنا زيكم. أما الفرق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بس كده. ربنا بيوحي له فبيقول لنا ربنا قاله له. هو رسول ومصطفى من رب العالمين يبلغنا ما أوحاه رب العالمين له. فمش معنى كده ان انا اقله وارفعه درجه مش درجته. واحد يضحك عليك ويقول لك بس دول اولياء الله الصالحين يا عم الحج والبدوي والحسين، فازاي ما نقولهمش يا مدد؟ ايوه يا عم، اولياء لنفسهم، فمنهم ولي ومنهم غير ولي على فكره. فمش كل واحد مدفون ومعمل له مقام يبقى هو ولي من اولياء الله الصالحين. خلي بالك بيضحكوا عليه. سيدنا الحسين ولي من اولياء الله الصالحين، بس ايش عرفني ان المدفون ده هو ولا حتى لو كان هو؟ هل هو ينفعنا الآن أو يضرنا؟ لا، الذي ينفع ويضر ويملك الرزق والعون والمدد هو رب العالمين وبس، ولا نبي ولا ملك مرسل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يبقى ربنا يبتليه إن هو بيخلفش، يروح للبدوي ويقول له مدد يا بدوي. أنا ما بخلفش يا ابني، هو البدوي اللي بيرزقك يا ابني، ده رب العالمين. مدد يا حسين، أنا نفسي في حتة عيل، نفسي ربنا يوفق لي ابني ويخش كلية الطب. هو مين ده يا ابني عشان تدعوه أصلا؟ ده واحد ميت سواء كان صالح أو غير صالح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن قال لك أهو، جبتش حاجة من عندي، من القرآن. قال الله عز وجل على لسان نبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولا هملك لكم ضر ولا نفع. بدوي اللي ميت ولا سيدنا الإمام الحسين ولا الشاذلي ولا الرفاعي ولا البتنجاني، أي واحد ميت في المقبرة هو أصلا محتاج إن الناس تدعي له وتتصدق عنه وتعمل له أعمال خيرية. هو حد يخترع لك دعاء ولا ذكر معين ويقول لك اعمل الكلام ده كذا مرة في اليوم، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ساعتها تكون بدعة. تسمع واحد يقول لك طب ما احنا بنركب عربيات تبقى بدعة، وبنركب طيارات تبقى بدعة، وبنمسك موبايلات تبقى بدعة. لا مش بدعة، البدعة تكون في الدين وليست في أمور الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا. فاركب مرسيدس، تركب فيات، تركب BMW، اركب طيارة، اركب عجلة، اركب موتوسيكل، اللي انت عايزه اعمله يا عم الحاج، مش حرام ولا عيب ولا بدعة. انما البدعة تكون في أمور الدين، في العبادات. ولو انت عاوز تنجو في الدنيا والآخرة خليك ورا النبي، اللي عمله النبي تعمله واللي ما عملوش ما تعملوش، ولا يلزمنا ببصرة. لا تمشي ورا تيجاني ولا غير تيجاني. حلو الكلام، كلام جميل. شيل بقى الكلمتين الحلوين دول وحذر الناس من الاشكال ديت، وهو حد يسمع كلامهم ولا يمشي وراهم، فدول اصلا كلهم ضلالات وبدع وخرافات. انت برضه نسيت تصلي على النبي يا عم الحاج. يا عم صلي على النبي عليه الصلاه والسلام.